هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال، هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه مزارع كسول، كان المزارع مش بيحب يشتغل في الحقول، وكان بيقضي كل أيامه قاعد تحت ظل شجرة كبيرة. وفي يوم من الأيام وهو كان مسترخي تحت الشجرة، شاف ثعلب بيطارد أرنب، وفجأة سمع صوت صدام قوي. اصطدم الأرنب بجذع الشجرة وحس بدوخة شديدة وما قدرش يهرب. أخد المزارع الأرنب قبل موته وهو فرحان، وراح لبيته وقام بذبح الأرنب وعمل منه عشا لذيذ. وفي اليوم التاني باع فرو الأرنب في السوق. فكر وقتها مع نفسه وقال لو قدرت أمسك أرنب كده كل يوم مش هضطر للعمل تاني في الحقل. راح المزارع في اليوم التاني لنفس الشجرة وقعد تحتها مستني أرنب تاني. وهو قاعد شاف أرانب كتير، لكن مفيش واحد فيهم اتخبط في الشجرة، لأن اللي حصل مع الأرنب اللي مسكه قبل كده كان صدفة. فكر وقال مفيش مشكلة، أنا لسه قدامي فرصة تانية بكرة. وفضل كده أيام وأسابيع وشهور. أهمل المزارع حقله وأصبح قاعد مستني أي أرنب يتصدم بالشجرة. نمت الأعشاب الضارة في الحقل وفسدت المحاصيل، وحس المزارع بالجوع لأنه ملقاش أي شيء ياكله وما قدرش يصطاد أي أرنب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.